السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتعلم في الفيديو ده ازاي تعلقي اي معلقة على الحائط. يعني عندك الخشبة وخلاص خلصتي شغل المكرمية بتاعتك وعايزة تبدأي ان انتي تعلقيها في طريقة حلوة جدا علشان تعلقيها وبطريقة امنة، وهتلاقوا كمان العقدة بتاعتها سهلة جدا وماسكة جدا في الخشبة. تعالوا نبدأ نشوف هنعمل ايه. انا عندي كده اهو الخشبة بالشكل ده، وقصة هنا خيط حوالي متر ونص مثلا، ولسه هشوف مثلا وانا بربطها هل هي كده المقاس معايا حلو ولا لا. اول حاجة بعمل ايه؟ اول حاجة بجيب الخشبة بالشكل ده كده تمام معايا، والخيط بتاعي بالشكل ده. هجيب بعد كده الخيط بالشكل ده تحت الخشبة، الخيط القصير هيبقى تحت الخشبة، والخيط الطويل اللي هو بقية الخيط فوق الخشبة. وهاجي بعد كده بالخيط القصير ده اهو، ده كده خيط قصير. هاجي بعد كده هعمل ايه؟ هجيبها كده لان هي بتبقى من الحرف. هاجي بعد كده اشتغل اكس بالشكل ده، شايفين؟ هيبقى اكس بالشكل ده. والخشبة والخيط القصير جاي كده هجيبه من تحت بالشكل ده كده تمام كده. انا عملت اكس والخيط القصير جه اهو معايا بالشكل ده. هجيبه من فوق الخيط الطويل كده تمام، وهاجي من الاكس وادخله بالشكل ده كده من تحت الاكس بالشكل ده، وابدأ اشد كمان الخيط الطويل والخيط القصير مع بعض، وابدأ كأني وهربطها بالشكل ده. ودي بصوا العقدة بتاعت المعلقة جامدة جدا، مش هتتفك خالص معايا. بصوا كده تحسي ان انت لما تيجي تفكيها مش هتتفك. تبداي بقى ان انت تظبطيها بالشكل ده، وبكده دي العقدة بتاعتي تمام اهو. هتبداي بقى تقصي الخيط ده وتلفي الخيط بالشكل ده بحيث ان هي تبقى شكلها كده وتتعلق بالشكل ده. تعالوا نعمل الناحية التانية. خلاص انا عملت الناحية دي. الناحية التانية بقى هشوف انا عايزة قد ايه خيط علشان اعلقها تبقى يعني الخيط بتاعي يبقى مناسب للتعليقة بتاعتي تمام. انا مثلا كده هعمل شوية كمان كده مثلا مناسب للتعليقة بتاعتي. هبدأ هنا اجيب الخيط القصير اهو من تحت تمام، ده كده الخيط القصير، والخيط الطويل اللي هو جاي من هنا ده كده بالشكل ده تمام. واعمل علامة اكس بالشكل ده كده، علامة اكس. خلاص عملنا اكس اهو. هبدأ بقى اجيب الخيط اللي تحت ده بالشكل ده من هنا كده اهو. اهم حاجة معايا ان هو يجي من هنا، ليه؟ عشان اجيبه من فوق الخيط الطويل كده، وابدأ اطلع بيه بالاكس اللي انا عاملاها بالشكل ده، وابدأ اربط او اشد الاتنين مع بعض، وابدأ بقى اظبطها معايا كده بحيث ان هي تبقى زي التانية بالشكل ده. وتقصي الخيط ده عادي جدا، تقصيه وبس، وكده هتبقى التعليقة بتاعت المكرمية بتاعتي جاهزة بشكل حلو وكمان شكل احترافي، وكمان مش هتفك معاكي ابدا وانتي معلقاها. وتعالوا اقول لكم على رابطة كمان حلوة هتنفعنا في مكرميات بعد كده لما نيجي نعمل اشكال مكرمية. اول حاجة احنا بنعمل عقدة البداية على طول بالشكل ده كده تمام. عايزة بقى اعمل خيط كده رايح كده عشان ابدأ اشتغل عليه. في مكرميات كتير بتشوفها بيبقى خيط كده وخيوط نازلة منه. طب هما بيعلقوا الخيط ده ازاي؟ تعالوا اقول لكم. اول حاجة بجيب اهو الخيط بالشكل ده كده، هبدأ اجيب الخيط بالشكل ده اللي جاي كده فوق الخشبة اهو، وابدأ اجيبه من تحت كده بس من الناحية دي، هطلعه من هنا من الناحية دي كده شايفين. وبعد كده هاجي بعد لما اعديه من الخيط ده
اطلعه ادخله تاني تحت الخشبة بالشكل ده، واجي بعد كده اعمل ايه؟ بص شايفين الفراغ اللي انا عاملاه ده؟ هاجي ادخل الخيط بالشكل ده كده وابدأ اشد. عمل لي عقدة البداية نفس الشكل ده عشان يبقى كله شكل واحد وحلو على الخشبة. تعالوا نعملها مرة كمان، هعملها لكم مرة كمان. بصوا، ونبدأ نجيب الخيط على حسب المقاس بقى اللي انت عايزاه، هتشتغلي قد ايه، اطول من كده اقصر من كده. اهم حاجة بتجيب الخيط فوق الخشبة وتجيبي من تحت هنا من الناحية دي، تمام كده. جه على الخيط اللي جاي كده هجيبه كده وابدأ اطلعه من تحت الخشبة بالشكل ده، والفراغ ده قبل ما اقفله ابدأ ادخل الخيط اللي جاي من تحت الخشبة كده وابدأ اشد. هيديني العقدة البداية اللي انا عاملاها، تمام بالشكل ده. وبس، وهو ده كان درس النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا. لو استفدت يا ريت تعملي لي شير وسبسكرايب للقناه ولايك للفيديو. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.